ويحيي قناة الرافدين ويحيي الثوار. إذا هذا الخبر العاجل، المجلس العسكري يؤكد أن ثوار نينوى ألقوا القبض على المدعو أبو الوليد قائد عمليات نينوى الجديد في عدد من أفراد حماية قيادة العمليات في قلعة العفر. كان أبو الوليد محاصر. أبو الوليد هو قائد لواء الذيب. انا اسميه بصراحه الاعلام الداعشي. نعم. اللي هو لاحد الاغطيه الاعلاميه، هناك دواعش سياسيه وهناك دواعش اعلاميه. هذا الاعلام الداعشي منح من خلال اشاعات حقيقه تسميات تطلق عليهم ايضا بانهم ثوار، واكيد كنت تسمع هذا الموضوع. ما عدا اشاعات اسرك، وما عدا اشاعات قتلك، وما عدا اشاعات اسلمك الله ان شاء الله احتامك لا قدر الله، او هروبك الى جهه مجهوله. كيف ترد عليهم الان؟ انا اقول لك الحقيقه اللي صارت شنو. ليش انا بالذات في ذاك القاطع بالموصل انه هي تكالبت عليه الاشاعات؟ لان انا الوحيد في قاطع الموصل بقينا صامدين في ذلك المكان. ثاني انا اللي ثائر لهم بال 2005 يعني بيناتنا ثائر بيناتنا بذاك الوقت، لان اعطيناهم درس قاسي بال 2004 2005، والان ايضا بهذه السنه اعطيناهم درس قاسي ايضا. لذلك يعني قاموا يطلعون اشاعات، مره قتل، مره كذا، مره كذا، مره كذا، ومره راح هرب الى جهه مجهوله. شوف اكو مكان اخر يعني اكو تصوير للموبايل لواحد شرطي في بوابه سنجار. احنا اخذنا مكان في مقر مسيطر في سنجار التابع الى مقر لواء الداعش واحدى تشكيلات الفرقه الثالثه. هذا المقر طبعا هو في وسط سنجار، فلا بد ان ندخل الى بوابه سنجار اللي مسيطر عليها من قبل قوات البشمركه. فالناس يعني اجوا من سمعوا بي ابو الوليد دخل راح يدخل الى سنجار، الناس كلهم وقفوا، المسؤولين اجوا في بوابه سنجار ويعني فرحانين بلقائي والبطولات اللي قدمناها بهذا، فوقفوا حتى يرحبون بي. يعني سادين البوابه، الصور سادين البوابه تقريبا يعني 200 الى 300 من المسؤولين الموجودين في قضاء سنجار من الاكراد وغيرهم، فواقفين حتى يسلمون عليه. فنزلت اسلم عليهم وكذا، وقاموا يصورون بالموبايلات، تصوروا انه اني يعني جاي اسلم، انا رايح، انا متجه الى مقري. فشوف الاعلام الداعشي يعني اي نقطه يشوف فيها ملاحظه معينه يكسبها لصالحه. هاي احنا لازم نشوفها، لازم اللي يصير يعني وعي عند الناس ووعي عند كل مواطن انه لازم احنا نتحدى الارهاب. هو شنو الداعش وغيره؟ تسميات وتنظيم القاعده، هي كلها تسميات بس هي كلها ارهاب. هذا الارهاب احنا لازم نجابهه بكل الطرق، نجابهه بالاشاعه، نجابهه بالقوه، نجابهه بكل الوسائل والاجراءات المتينه اللي تحد من يعني مصيرهم.